الفيديو ده انا حاسه ان هو هيأثر على كل واحد بيمر بمرحله معينه من مراحل الاكتئاب. والفيديو ده بنيه واحده بس، من احياها فكانما احيا الناس جميعا، لان المكتئب بيبقى حرفيا عامل زي الميت اكلينيكيا. وهنا انا مش بتكلم على الحزن العادي اللي ممكن بكلمه حلوه يتنسي ويروح. انا بتكلم على اضطراب نفسي بيأثر في كميه المخ وبيأثر على حياتنا بشكل عام. الاكتئاب مش بيجي فجأة ولا صدمه معينه او موقف معين هما السبب. الاكتئاب هو عباره عن مشاعر سلبيه اتكررت بشكل كتير لغايه ما اتملكت بالانسان وعملت لنا الاكتئاب، وبقى الانسان ده جوه دايره مفرغه ما بيطلعش منها. وهو ده بقى اللي هيكون لنا الفجأة. فجأة الاقي ان زاد وزني او قل وزني، فجأة مش قادر اخرج من بره حدود سريري، مش بس اوضتي. فجأة في حاجات بتقع، انجازاتي بتتهد، شغلي بيتهد، بيتي بيتهد، علاقاتي بتتهد. حتى مش قادر اتكلم على اللي انا حاسس بيه، لدرجه ان انا حاسس ان في تقل على صدري. التقل ده زي ديناصور عمال يكبر ومش عارف حتى احركه. مش قادر ان انا اتواصل مع حد، مش قادر ان انا انام بشكل سليم، نومي مضطرب. كل حاجه فقدتها، حتى اللذه اللي كانت الحاجات اللي انا بحس ان هي بتخليني حاسس بلذه تجاهها بتروح. شعور ان في لاج في المخ، يعني انا مش عارف استوعب حتى الكلام والنصايح اللي بتتقدم لي، مش عارف حتى استوعب اللي هم بيقولوه، كانهم هم في عالم وانا في عالم تاني. ان انا عايزه امشي من الدنيا، يبدا يجي لك شعور ان انت خلاص مش قادر تكمل. وهنا الفجأة دي بتأثر على مسارات كيمياء المخ وبتعمل لي اضطراب الاكتئاب. تخليني بعد كده ان انا مش عارف اخد قرارات، مش عارف ان انا يبقى عندي ثقه بنفسي. ابسط الحاجات بقت بتضغطني، على طول حاسس بستريس. كل ده كله بيترجم ان هو اكتئاب. بتلاقي نفسك مستسلم تماما، انا خلاص مش هعرف ارجع زي الاول، انا مش عارف اخد قرار صح في حياتي، انا مش عايزه اتكلم عن اللي انا حاسه. طب اسباب الاكتئاب ايه؟ اسباب الاكتئاب هي الصدمات اللي بتيجي ورا بعضها، صدمات كتير. والصدمه هنا ما بتكونش متوقعه ولا مدروسه ولا حتى نعرف ازاي نستجيب لها. لا اما ان احنا ناس قلبنا ابيض، او الناس اللي هي دايما بتحط النوايا الحسنه، او ناس هي مش متوقعه الشيء السيء ده من الحد السيء ده، او ان عادي اتنصب عليك. كله بيترجم ان انت خلاص بقيت لودد بمشاعر كتير، فخلاص بتعبر عن الاكتئاب. الحاجة التانية ان كل مرة كنت بتحس فيها بزعل، كنت ما بتبقاش عارف سببه، خلاص كنت بتتجاهله، كنت بتحاول اصلا ان انت ما تتعرفش عليه، ما تعرفش ايه سببه. كنت بتهرب او بتلغي، بتشغل دماغك عشان بس ما تواجهش مشاعرك دي. ده سبب الديناصور اللي كان على صدرك، اللي انت مش عارف اصلا هو جاي منين. الديناصور ده هو افكارك اللي انت فضلت بتراكمها جوه جسمك من غير ما تتخلص منها. بسبب ده بقى خلاك ان انت ما تتعلمش اي درس مستفاد من اي موقف عدى، فبالتالي المواقف رجعت تتكرر معاك تاني بصدمات اروع من الصدمات اللي قبلها. وده يخليك بقى ان انت تقعد تلوم في نفسك وتلوم في القدر وتلوم في الظروف، وليه يا رب وايه حكمتك يا رب، مع ان الدنيا مش كده خالص. انت لو كنت اتعلمت الدرس ما كانش اتكرر، وكنت استفدت وكنت اتعلمت. رابع حاجة هي البرمجة السلبية. البرمجة السلبية ان انت طول الوقت بتشحن نفسك بكلمات سلبية. انا فاشل، انا مش شاطر، انا حساسة زيادة عن اللزوم عشان كده بيحصل لي كده، انا شخص عنيد عشان كده الناس بيتعاملوا معايا كده. ودايما بسوء لنفسي. كمان ان انا بتوقع دايما الاسوأ، انا شخص قلق بزيادة عن اللزوم، متوتر زيادة عن اللزوم. كل ده بيخلي الواحد على طول في قلق وتوتر وهاجس نفسي كبير جدا، وده بيبقى ضغط على الواحد. لكن الواحد بينسى ان هو يشحن نفسه ويبرمج نفسه على الايجابيه ويكررها عشان يتعلمها. معظم الناس اللي هي نجت من الانتحار لما جم بعد ما اتعالجوا يحكوا هم ليه اقدموا على الانتحار، كان سببها ان في افكار سلبيه كتيره جدا بتيجي على دماغهم، والافكار دي هي اللي كانت بتقودهم للانتحار. وهم طبعا عشان العقل بتاعهم مجهد ومش عارفين يفكروا بشكل سليم، كانوا بيقبلوا على الانتحار. خامس حاجة الضغط النفسي. الضغط النفسي على فكرة من الحاجات اللي بتؤدي للانتحار. الضغط النفسي ده سواء من نفسك او من اسرتك او من المجتمع. يعني مثلا زي ان البنت لازم تتجوز في سن 20، لا في 24، يعني 25 ما ينفعش، في 30. طيب لازم عشان انجح يبقى بره مصر، لازم عشان اشتغل يبقى انا لازم ابقى منافق وبتاع تطبيل وكده وكلام سويت توكر. طيب انا لازم عشان خاطر اعيش في مستوى كويس انا محتاج فلوس كتير قوي، فبضغط نفسي في الشغل بدل الشغلانه 100 عشان خاطر بس اعيش في وضع اجتماعي معين. بضغط نفسي في الشغل، في الدراسه. كل ده بيعمل تراكم نفسي، تراكم المشاعر كتيره قوي، وبالتالي الواحد بيقف وبيحس نفسه مش قادر يكمل في ولا حاجه.
طب شعور ان انا مش عارف اكمل في ولا حاجه ده هيخلي الواحد يحس بايه؟ يحس بحزن زياده على نفسه، يحس باكتئاب زياده على نفسه. فهي الاكتئاب ده عباره عن دايره، يعني بنلف فيها دايره كده، سبب وبنلف في السبب ده. سادس حاجة الاهتمام الزايد بالناس والتعلق بيهم، وده بيكون بيسبب حزن شديد جدا لما بيحصل فراق او يحصل فقد للشخص ده، وده بسبب انزال الناس في غير منازلهم. لكن لو احنا اتعلمنا ان انا لازم اعرف ذاتي واعرف الاخرين واعرف حدودي واعرف حدود الاخرين، هيفيدني كتير قوي ان انا ما اصيبش باي اكتئاب لو حصل فقد او حصل فراق. وبصراحة يعني النقطة دي بتبقى ليها يعني أهمية قوي إن الواحد يعرف استحقاق لذاته. حاجة بقى وهي المثالية الزائدة والزائفة، لأن الكمال لله وحده، يعني ده الشيء مش هيقدر أي إنسان إن هو يحققه. كلنا عندنا نقص في جوانب من جوانب حياتنا، فمهما بقى الواحد كان بيسعى الكمال في شغله وفي اي جانب من جوانب حياته مش هيوصل لحاجه، بالعكس هو هيحط نفسه في دايره احباط ولود وضغط نفسي زياده عليه، وهيدخله في اكتئاب زياده. بلس كمان ان الشخص المكتئب ده بيبقى راسم لنفسه تقدير تحفه، يعني هو الناس هيقفوا يسقفوا له ويمجدوا في الحاجه اللي هو عملها، فما بيلاقيش ده بيصاب باحباط برضو تاني، فبيخش في اكتئاب تاني. وهي دايره كده مغلقه، ان الواحد بيعمل كمال وبعد كده ما بيوصلش للكمال ده فبيكتئب، بعد كده بيستنى تقدير معين ما بيحصلهوش فبيكتئب، بعد كده يكرر تاني الكمال ده فيكتئب فيكتئب فيكتئب. هي دايرة مغلقة وعملية مغلقة، يحس بشعور مستمر بعدم الرضا. لو انت بتعاني من اي سبب من الاسباب اللي احنا قلناها دي، يبقى انت لازم تدور على حد مختص يساعدك ويسمعك ويوجهك، شخص يسمع من منظورك انت مش من منظوره هو، وشخص يبقى فعلا عنده الحيل والتكنيكس اللي يقدر يفتح معاك دفاتر مغلقة ويقدر ان هو يوجهك بشكل سليم. الثيرابيست او المعالج النفسي ده شخص دارس، شخص متعلم، شخص فاهم هو ازاي يفتح معاك المواضيع وازاي ان هو يبدأ يلاقي معاك الحلول وكمان يساعدك على تنفيذها. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على اساليب معينة ممكن لو احنا اتخذناها بجانب طبعا العلاج النفسي ان احنا نلاقي نتيجة كويسة وان هي تفيدنا في رحلة العلاج من الاكتئاب. شكرا لكم.